احمد عبد القادر اتكلمنا فيه كتير، وكابتن محمد يوسف صرح ان هو بمجرد ما هيرجع من تونس هيقعد مع احمد عبد القادر ووكيله، لان وكيله كان كل كام يوم يقول ان في عروض جايه لاحمد عبد القادر، ومفيش حاجه للاسف تم طرحها رسمي على اداره النادي الاهلي. زائد ان احنا عايزين نخلص القصه بتاعت احمد عبد القادر، وزي ما قلنا ان احمد عبد القادر لعيب كبير، لعيب محترم محترف في تعاملاته، عارف كويس جدا هو بيتعامل مع نادي بحجم النادي الاهلي. طريقته بصراحه عجباني، طريقه احترافيه ما فيهاش ضغوط ولا صعبانيات، انما لكل شيء بدايه ونهايه. موضوع احمد عبد القادر يعني بادئ بقاله فتره، عايزين نوصل لنقطه النهايه في موضوع احمد عبد القادر ده. فكابتن محمد يوسف قال اول ما هرجع ان شاء الله من تونس هفضل قصه ملف احمد عبد القادر، ونحط الخطوط الاساسيه لنهايه الموضوع.